أهلا بيكم في قناة فيلميزو. بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها فيرونيكا واللي بيكون عندها 17 سنة، وبتكون بتعمل اختبار الحمل في حمامات المدرسة، وبيطلع الاختبار إيجابي. فبتتصدم فيرونيكا وبيقع منها الاختبار في الحمام، وفي اللحظة دي بتدخل بنت اسمها بيلي وبتاخد اختبار الحمل ده، وبتخرج وراها فيرونيكا وبتكون خايفة إن بيلي تفضحها في المدرسة. وبعد شوية بتقابلها وبتسألها بيلي عن اختبار الحمل، وبتقول لها بيلي إن هي مش هتقول لأي حد على الموضوع ده عشان علاقة الصداقة اللي كانت ما بينهم. وبعدها فيرونيكا بترجع على البيت وبتبدأ تدور على النت على عيادات طبية بتعمل عمليات إجهاض للجنين للبنات اللي عمرهم أقل من 18 سنة، وبتلاقي عيادة موجودة في ولاية نيو مكسيكو. فبتتصل بالعيادة وبتتأكد منهم إنهم بيعملوا العمليات دي من غير ما يعرفوا أهل البنت اللي هتعمل العملية، وبتشوف معاها فلوس قد إيه عشان المصاريف. لكن الفلوس اللي مع فيرونيكا بتكون قليلة ومش هتكفي تكاليف الرحلة والعملية، وبكده هي محتاجة مساعدة حد. فبتجهز شنطتها وبتقول لأمها إنها هي هتروح تقعد عند صاحبتها إيميلي 3 أيام. ولما بتوصل فيرونيكا بيت إيميلي بتلاقي 2 من صحابها موجودين في البيت، وقبل ما فيرونيكا تحكي لهم عن مشكلتها بيحكوا لها إن عمال النظافة لقوا اختبار حمل في صندوق الزبالة بتاع المدرسة ونزل صورته على موقع المدرسة. وطبعا بعد اللي حصل ده فيرونيكا مش هينفع تحكي لهم أي حاجة، فبتكلم صاحبها كيفن وبتطلب تقابله، وبيجي الليل وفيرونيكا بتقابل كيفن في المطعم وبتحكي له عن كل اللي حصل. فبيعتذر كيفن لفيرونيكا لأنه هو السبب في الحمل ده، وبيطلع من جيبه خاتم غالي جدا وبيعرض عليها الجواز قدام كل الموجودين. فبتاخد خاتم الجواز من كيفن وبتقول له إن هي هترد عليه بعد 3 أيام. وبعدها فيرونيكا بتكون محتارة جدا ومش عارفة تعمل إيه، لأنها مش لاقية حد من صحابها ممكن يقدر يساعدها. وفجأة بتيجي في بالها إنها تروح لصاحبتها بيلي، فبتروح لها على البيت بسرعة. وهنا بيلي بتستغرب لما بتشوف فيرونيكا، فبتحكي لها فيرونيكا على اللي هي عاوزة تعمله، وبتطلب منها إنها تروح معاها العيادة اللي هتعمل فيها العملية، وبتعرفها كل التفاصيل عن الرحلة. فبتوافق بيلي تساعدها، خصوصا إن أبو بيلي موجود في ولاية نيو مكسيكو وممكن إنه يساعدهم. وبعدها بيركبوا العربية وبيبدأوا الرحلة. وأول حاجة بتعملها فيرونيكا إنها بتبيع الخاتم اللي أخدته من كيفن، وده عشان تكمل على الفلوس اللي معاها وتقدر تدفع تكاليف العملية. وبعدها فيرونيكا بتاخد فلوس الخاتم من صاحبة المحل وبتخرج تكمل رحلتها هي وبيلي، وبيفضلوا ماشيين بالعربية في طريقهم للعيادة في نيو مكسيكو. وبعد شوية وقت بيكونوا تعبانين ومحتاجين يناموا، وتاني يوم فيرونيكا وبيلي بيكونوا نايمين في العربية، وبعد ما بيصفوا من النوم بينزلوا من العربية وبيلاقوا نفسهم قدام بيت بيتر. فبيدخلوا البيت وبيتفاجئوا ان رابيكا مجهزه لهم الفطار، لكن فيرونيكا بتطلب من بيتر انهم يكملوا طريقهم لانه ما عندهمش وقت. فبيقول لها بيتر انهم هيمشوا بعد الفطار على طول، وبيقعدوا يفطروا. وبعدها بتقوم بيلي عشان تستخدم الحمام، وبيتر بيقوم هو كمان عشان يجيب لهم قهوة. وبتستغل رابيكا ان هي قاعدة مع فيرونيكا لوحدها وبتتكلم معاها عن اضرار عمليات الاجهاض. فبتستغرب فيرونيكا من كلامها، لكن وسط الكلام تقع بلسانها وبتعرف ان كيفن اتصل بيها وهي نايمة، ورابيكا هي اللي ردت عليه واتكلمت معاه وعرفت منه حكاية الإجهاض. وفي الوقت ده بيلي بتدخل أوضة من أوض البيت وبتكتشف ان بيتر ومراته أعضاء في جمعية خاصة ضد عمليات إجهاض الأطفال. وفجأة بتلاقي بيتر واقف وراها، فبتصرخ جامد وبتجري منه وبتطلب من فيرونيكا تاخد مفاتيح عربية بيتر ويخرجوا من البيت، وبيركبوا العربية بسرعة وبيهربوا بيها. لكن بيتر بيروح وراهم بالأتوبيس بتاعه وبيتكلم معاهم في مكبر الصوت، وبينصح فيرونيكا ما تعملش العملية دي لأن هي ممكن ما تخلفش تاني. فبتطلب من بيلي تزود السرعة عشان يهربوا من الراجل المجنون ده، لكن بيلاقوا نفسهم ماشيين وسط الصحراء وبيكون قدامهم منحدر عالي. فبتجيلهم هنا فكرة ذكية وبيعملوا خداع لبيتر وبيقدروا يهربوا منه. وبعدها بيفضلوا ماشيين كتير في الصحراء وبيكونوا تعبانين وعطشانين، لكن أول ما بيشوفوا شريط السكة الحديد قدامهم بترد فيهم الروح مرة تانية، وبيجروا ناحيته وبيكون في قطر معدي من قدامهم. فبيحاولوا يمسكوا فيه عشان يركبوه، لكن ما بيقدروش يعملوا كده لأن القطر بيكون جاي سريع جدا. وبعدها فيرونيكا بتكون محبطة جدا وبتفضل تكلم نفسها عشان هي زعلانة من اللي بيحصل لها.
لكن بيلي بتعرفها إن في محطة أتوبيس وراها، فبيروحوا على هناك بسرعة، لكن بيلاقوها فاضية وما فيهاش أي حد. وبتشوف فيرونيكا مكتب تأجير عربيات جنب محطة الأتوبيس، فبتروح على هناك وبتخبط على الباب جامد لحد ما بيفتح لهم صاحب المكتب، وبيكون اسمه بوب. وبيكون بوب قلقان منهم وبيسألهم مين اللي دلهم على مكانه، فبتقول له فيرونيكا إنهم تايهين في الطريق، وبتطلب منه يوصلهم لولاية نيو مكسيكو. فبيطمن لهم بوب وبيدخلهم المكتب وبيقفل الباب عليهم وبيسألهم هم مين وعاوزين يروحوا نيو مكسيكو ليه. فبتحكي له فيرونيكا الحكاية وبتصعب على بوب جدا، وبيوافق إنه يوصلها. لكن وهما في الطريق بيلي بتنام وفيرونيكا بتكون قاعدة بتفكر في العملية، وفجأة صحاب فيرونيكا بيتصلوا بيها وبيقولوا لها إنهم عرفوا إن بيلي تبقى هي صاحبة اختبار الحمل، وده لأن في حد شافها وهي بترميه في الزبالة. وبيفضلوا يتكلموا عن بيلي بطريقة مش كويسة، وفيرونيكا ما بتدفعش عن بيلي خالص. بالعكس، لما أصحابها بيسألوها عن أخلاق بيلي بما إن هي كانت صاحبتها قبل كده، بتقول لهم عنها كلام وحش. لكن بيلي بتكون صاحية وبتسمع كل الكلام اللي هي قالته عليها، فبتزعل وبتتعصب جامد وبتنزل من العربية. وبتنزل وراها فيرونيكا عشان تعتذر لها، وبتقول لها إن هي عملت كده عشان تحمي نفسها من الفضيحة. فبتتخانق معاها بيلي وبتعرفها إن هي إنسانة أنانية، وبتفكرها إن هي الوحيدة اللي وافقت إن هي تساعدها وتقف جنبها، وكان جزائها إن هي تغلط فيها مع صاحبتها. وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بترجع فيرونيكا وبتكمل رحلتها لوحدها وهي حزينة، وبتكون زعلانة جدا من نفسها بسبب اللي هي عملته مع بيلي. لكن بتفكر إن بيلي ممكن تكون راحت عند أبوها، فبتوصف لبابا أبو بيلي وبتطلب منه يوصلها ليه. وهنا فيرونيكا بتشوف بيلي وهي بتتكلم مع أبوها، وبالرغم من إن أبو بيلي بقاله فترة طويلة ما شافهاش، لكنه بيكون متضايق من زيارتها دي وبيطلب منها إنها تمشي. فهنا بتتدخل فيرونيكا وبتقول لأبو بيلي إنه ما ينفعش يكون أب البنت زي بيلي. وبتفضل فيرونيكا تتكلم عن بيلي وعن كل صفاتها الجميلة، وبتكون فيرونيكا متعصبة جدا من أبو بيلي وبتفقد عصبها وبتضربه بساعة كهربائي، وبتاخد بيلي وبتجري بيها على العربية. وبتعتذر فيرونيكا لبيلي وبتقول لها إن هي أفضل صديقة ليها، وبتقبل بيلي اعتذارها وبيركبوا العربية وبيكملوا في الطريق. وبعد شوية وقت بيوصلوا العيادة وبيودعهم بوب وبيطلب منهم إنهم يخلوا بالهم من نفسهم. لكن بتتفاجئ فيرونيكا إن كيفن بيكون مستنيها في العيادة، وبيحاول كيفن من إنه يمنعها تعمل العملية دي، لكن فيرونيكا بتكون رافضة منه أي كلام، خصوصاً بعد ما كيفن اتكلم مع ريبيكا مرات بيتر وحكى لها قصتها. فبيهددها كيفن بإنه هو هيفضحها في المدرسة كلها، وهيقول لكل الناس على حكاية اختبار الحمل وعملية الإجهاض. فبتعرف فيرونيكا إن هي ما بقاش يهمها إن أي حد يعرف حكايتها، وبتطلب منه يمشي ويسيبها في حاله. وبعدها فيرونيكا بتدخل أوضة العمليات وبتعمل العملية، وبعد العملية بتخرج من العيادة وبتروح لبيلي وبتحضنها، وده لأنها وقفت جنبها. وبعدها كل واحدة فيهم بتكلم أمها عشان تطمنها عليها. وبيجي الليل وفيرونيكا بترجع على البيت وبتحكي لأمها على كل اللي حصل. ومع إن أم فيرونيكا بتكون زعلانة منها عشان خبت عليها، إلا إنها بتاخدها في حضنها عشان هي مرت بتجربة صعبة جدا. وتاني يوم في المدرسة بتقابل صحابها وبتقول لهم إن هي صاحبة اختبار الحمل مش بيلي، وبتحكي لهم على كل اللي حصل معاها. فبتصعب عليهم جدا وبيسألوها مين اللي ساعدها في كل ده. فبتبص فيرونيكا ناحية بيلي وبتقول لهم إن هي اللي ساعدتها في كل ده، وهي أفضل صديقة ليها في الدنيا، وبتروح لها وبتقعد معاها. وبس كده بيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيلم دوس لايك واشتراك في القناة. سلام.